السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. نكلمكم النهاردة عن فيديو مهم جدا وفي ناس كتيرة بتحاول تسألنا عنه. اولا مع حضراتكم فادي مجدي كراوية من توكيل مراتب يانسن بدمياط. المكان عندنا اسمه توكيل وكلاء يانسن مجدي كراوية اللي هو والدي حاج مجدي كراوية وولده فادي اللي هو انا طبعا. فروعنا طبعا موجودة في دمياط كلها، عندنا 3 فروع في دمياط. تشرفونا إن شاء الله. بنقدم لحضراتكم ضمان المصنع المعتمد 10 أعوام، منتج المصنع الأصلي بلا جدال بفاتورة وسعر المصنع مباشرة، كأنك بتشتري من المصنع مباشرة بقائمة المصنع الرسمية اللي آخر صدور ليها حاليا 17/1/2024 ماشيين عليها طبعا. بنبيع كل منتجات يانسن اللي بتشمل منتجات انجلندر، نحن وكلاء ليانسن وانجلندر. فلو حضرتك محتاج حد تثق فيه 100%، تبقى متأكد 100% ان هو وكيل بيبيع بمصداقية عالية جدا، الحمد لله والشكر لله، من اكبر الوكلاء تعاملا مع شركة يانسن واقدمهم، الحمد لله والشكر لله. تقدر تشتري وانت مطمن معانا ان شاء الله باذن الله. تشرفونا في فروعنا، وطبعا تقدروا تتواصلوا معانا شحن اي مكان على مستوى الجمهوريه، نقدر نشحن لحضرتك او تشتري من الفروع زي ما حضرتك تحب. التسليم فوري في معظم الاحيان، الا لو هتشتري مقاسات خاصه او المخزون نفذ من المنتج المعين اللي حضرتك طلبه، فبننتظر من 10 ايام ل 15 يوم من تاريخ الحجز ان شاء الله. النهارده هنكلمكم باذن الله عن المراتب الطبيه. المراتب الطبيه طبعا في شائعات كتيره بتنتشر حواليها، او في ناس بتروج ليها بطريقه خاطئه، لكن هنا ان شاء الله هنشرح كل ما يخصها وبتستخدم امتى وما نستخدمهاش امتى، وامتى نبعد عنها لو حد رشحها لنا، وامتى ناخدها لو حد رشحها لنا. اولا ما هي المراتب الطبيه؟ المراتب الطبيه هي مراتب بدون سوست، مراتب مضغوطة. المكون الأساسي ليها هي مادة الريبوند الطبي، بيطلق عليها الريبوند الطبي أو الريباوندد بالإنجلش. هي مادة تعتبر مادة صلبة من مكونها من السفنج، لكن سفنج تخيلوا إن هو سفنج متقطع وملصق ببعضه أو ملتصق ببعضه، مفيش فيه أي فراغات، كأنك بتضغط على حاجة شبه الخشب أو حاجة صلبة جدا، مش طبعا بصلابة الخشب لكن يعتبر حاجة صلبة. وظيفة المراتب الطبية الأساسية هي دعم العمود الفقري أو المساهمة في علاج حالات إصابات العمود الفقري، أو يعني عافانا وعافاكم الله التهابات الغضاريف وحاجات وما إلى ذلك. لكن كل ده طبعا بوصف الطبيب، يعني الطبيب لازم يوصف لحضرتك مراتب ناشفة أو صلبة عشان تقدر تاخد المرتبة الطبية. لكن ما ينفعش أنا من نفسي آخد المرتبة الطبية عشان ظهري وجعني من غير ما الطبيب يوصفها، وما ينفعش المرتبة الطبية اخدها وخلاص عشان اسمها طبي فيبقى هي افضل، لا. زي ما بنقول كده، لكل مقام مقال، لازم استخدم كل حاجة في المكان الصح بتاعها. ارتفاعاتها في شركة يانسن 17 سم و22 سم، وارتفاعاتها في شركة انجلندر التابعة ليانسن 15 و20 و 25 سم من شركة انجلندر التابعة ليانسن. المكونات الأساسية كلها تعتبر هي واحدة. جميل كده، انتهينا من مكونها الأساسي. طبعا هي ما ينفعش تنام على الجزء ده لوحده، لازم بيبقى بيدعم أو بيضاف عليه طبقات عشان تبقى تقدر تنام عليها، طبقات اسفنج من كل وجه بحيث المرتبة تبقى طرية شوية، ومتاح إضافة في شركة يانسن طبقات قطن. المرتبة الطبية في شركة يانسن اسمها ماريوت، وفي موديل في شركة انجلندر التابعة ليانسن اسمها سيتي. امتى بقى ما استخدمش المرتبه الطبيه؟ المرتبه الطبيه معروف عنها ان هي طبعا من مكونها ده ان هي بتعيش كتير جدا، فبيضطر بعض الناس او البياعين اللي طبعا اللي ما عندوش مراتب، يبقى عنده مراتب غير جيده سوست، وبالتالي بيبدا يوجه العميل حتى لو عريس جديد ان هو ينام على المراتب الطبيه او يرشح له المراتب الطبيه. بيقول له مثلا خد المرتبه دي لان المرتبه دي عمرها طويل ما بيحصلهاش حاجه، والعميل طبعا عارف ان هو بيصدق الراجل معاه او عايز حاجه تعيش معاه، وبالتالي بياخد المرتبه طبعا، وما بيقدرش ينام عليها لانها بتبقى ناشفه جدا
والكثير من العملاء الحقيقه اتصلوا بيا بيقول انا شاري مرتبه دلوقتي طبيه ومش عارف انام عليها، وبيضطر بعد كده يشتري مراتب تطريه يحطها عليها عشان مش عارف ينام عليها، وبالتالي ده طبعا استخدام سيء ليها ومش استخدام مضبوط. الاستخدام الصح ليها ان يبقى في حاله طبيه ان انا اخدها، وده الاستخدام الوحيد ليها، ما اخدش المرتبه لاي استخدام اخر. لازم يكون في مشكله عندي في العمود الفقري او الظهر. لكن لو ما عنديش اي مشكله فيفضل ناخد المراتب السوست العاديه سواء متصله او منفصله. في عندنا برضو مرتبه نصف طبيه، وهي بين البنين، ما هيش طبيه قوي وما هيش سوست قوي، هي فيها سوست وفيها طبقات طبيه صغيره، يعني مرتبه سوست وفوقها طبقه ريبوند طبيه صغيره من كل وجه، وبالتالي هنا بيبقى فيه دعم افضل من السوست العاديه للعمود الفقري. وفي نفس الوقت طبقه الريباوند الطبيه دي بتقلل الاهتزاز الصادر من السوست المتصله، وبالتالي دي تبقى بين البنين، برضو بيبقى فيها دعم، ما بتبقاش طريه، يعني بتبقى اقوى من السوست العاديه، وفي نفس الوقت ما بتوصلش لمرحله المرتبه الطبيه. طبعا يشرفنا ان حضرتك تتواصل معانا وتختار الموديلات الصحيحه لحضرتك، واحنا بنوجهك صح ان شاء الله، وبنقول لك تاخد ايه وما تاخدش ايه. شكرا لحضراتكم، ورب تكونوا استفدتم. نراكم قريبا، سلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب يانسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب يانسن دمياط.